800 ألف مصري اتنصب عليهم. تخيل معايا تصحى من النوم، تمسك موبايلك، تشوف الابليكيشن اللي كل يوم بينزل لك الفلوس واللي انت حاطط فيه تحويشة عمرك، تلاقي الابليكيشن ما بيفتحش ويديك حاجة اسمها سيرفر ايرور، يعني خلاص بح. انت فاكر الموضوع ده بسيط او بعيد عنك؟ عايز اقولك ان حاجة زي كده حصلت. عايز اقولك ملايين المصريين من ابليكيشن واحد بس، 800 ألف مصري يعني داخلين على مليون واحد اتنصب عليهم في مبلغ 6 مليار جنيه. الناس دي عادي زيك، ممكن يكون حد من قرايبك، ممكن يكون حد من جيرانك، بس الفرق ما بينهم وما بينك ان ربنا سترها عليك. هما ما كانش عندهم الوعي. انا بعمل الفيديو ده عشان اوعيك. الموضوع باختصار، من كام سنة ابليكيشن اسمه هوك بول وعد الناس انها هتعمل ملايين والوفات وكل يوم من غير اي مجهود، بس حطوا فلوس وهينزل لكم ارباح كل يوم. الناس بدأت تحط 1000 جنيه، 2000 جنيه، تلاقي فلوس بتنزل، 3000 جنيه فلوس بتنزل، طب 10000 جنيه فلوس بتنزل. فضل كده 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 لحد ما وصل 6 مليار جنيه. تخيل. التطبيق ده كان بيوعد الناس ان كل يوم ينزل ارباح على الفلوس اللي بتتحط. فطبعا انت داخل تلاقي فلوس بتنزل لك من الهوا، ما بتعملش اي حاجة. عايز تكبر فلوس، هتروح تكلم ابوك، امك، خالك، اختك، جارك. المهم ان انت تكبر الفلوس عشان تنزل لك فلوس اكتر. ده بالظبط اللي حصل مع المصريين. طبعا ساعتها الحكومة المصرية مفتحة عينها طبعا وقبضت على الناس والابليكيشن خلاص قفل، بس للأسف الشديد فلوس الناس ضاعت. المشكلة ان الموضوع ده بيعتمد على حاجة اسمها بونزي سكيم. بونزي سكيم ده بيعتمد على اللي هو ياخد فلوس من الضحية الأولى ويوزعها على الضحية التانية، بعد كده ياخد فلوس من الضحية التانية ويوزعها على التالتة. فالفترة الأولى هتلاقي فعلا في فلوس بتنزل، وفي ناس في الأول خالص بيحطوا مبلغ معين وبيجرهم فلوس وخلاص بيكسبوا. بس الأغلبية العظمى، يمكن 98% من الناس بتخسر كل فلوسها. والموضوع ده كان من كام سنة، دلوقتي ابتدى ينزل برضو حاجات جديدة زي كده ومغرقة السوشيال ميديا. فانا بعمل فيديو ده اوعى تدخل في حاجه زي كده. مفيش حاجه اسمها ربح سريع مضمون من غير ما تعمل مجهود. لازم تعمل مجهود، ده قانون الحياه وقانون ربنا. اعمل مجهود واعمل اللي عليك واسعى وتوكل على الله، هتلاقي ربنا بيكرمك. لكن ما تجريش ورا الحلم اللي مفهوش سعي ومفهوش حركه، ده ما يعتبرش حلم، وعمر ما ربنا هيديك على حاجه انت ما بتعملهاش. أنا اسمي محمد خيري، بعمل محتوى عن التجارة الإلكترونية وإنك إزاي ممكن تشتغل وإنت قاعد في بيتك، وشغل حقيقي مش موضوع نصب. بس لقيت قبل ما الناس تتعلم إزاي تعمل شغل حقيقي من على النت لازم يكون في وعي، لازم يكون في awareness، عشان ممكن تشتغل تعمل فلوس في الآخر تدخل في حاجة زي كده كل فلوسك ضاعت. فاعمل شير كده للفيديو ده وشوف لو في أي حد اتنصب عليه أو بيفكر في حاجة زي كده، اعمل شير معاه وعرفه وفهمه. عايز فلوس وعايز تعمل فلوس يبقى لازم تشتغل، لازم تعمل اللي عليك.